السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ النهارده ان شاء الله وفضل الله هنعمل كشري المحلات بتمن طبق كشري واحد من المحلات المشهورة اللي ب50 وب70 جنيه. هنعمل 5 أو 6 أطباق يكفوا البيت كله وندي للحبايب كمان. ونرش بقى الصلصة بتاعتنا اللي ريحتها فايحة لآخر الدنيا ما شاء الله، اللهم بارك. ولا البصل بقى المقرمش الجميل اللي هنعمله ونخلي، واقول لك ازاي البصل بتاعك يبقى مقرمش، يبقى زي بتاع المحلات بالظبط. اللهم بارك، بألف هنا وشفا صحكوا لك. والحمص بتاعنا بتاع حمص الشام الجميل اهو، والليمون زي محلات الكشري، والشطة وزيت اللي بتلهلب البق الهلبة كده. وكمان الدقة بالخل والثوم والليمون. يعني ما شاء الله مش هتحتاجي تروحي محل الكشري تاني ولا اولادك يطلبوا كشري من بره تاني. بس يا حبايبي الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم جميله. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك عليه. هنجيب حوالي ربع كيلو عدس بجبه اللي هو الاسمر ده، او ما يعادل كوبايه كبيره، وهنغسله كويس وهننقعه لمده ساعتين. بعد كده نشطفه كويس وهحط عليه ميه سخنه بقى واركنه. بعد كده هنحتاجه بعد كده. واجيب بقى البصل هقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده اهو، او جوانح. وبعد كده هنحط عليه دول بصلتين كبار عشان يبقى كميه حلوه، والبصل يبقى كتير بيبقى حلو. حط عليهم معلقتين نشا، طب لو ونص معلقه ملح صغيره. طب لو ما عنديش نشا، البديل بتاعه الدقيق، وهجيب نتيجه كويسه باذن الله بفضل الله ان شاء الله. بس الاول النشا، ما لقيتيش نشا استخدم الدقيق. وهنقلبه كويس بقى عشان نعمل احلى بصل مقرمش وعمره ما هيطرى معاكي تاني. هنحط بقى كميه الزيت دي اللي هتعملي بيها الكشري كله. يعني مش هتاخدي زيت تاني من الازازه، هم دول هتحطيهم تحمري فيهم البصل. وبعد كده ايه، بعد ما تحمري البصل تشيلي البصل وتستخدمي الزيت دوت في بقيه عمايل الكشري. انا البصل دوت عشان كميه بس والصلصه مش كبيره قوي، هحمره على تسطيح. تمام اهو، اللهم بارك. وناخد بالنا ان البصل ما يتحرقش معانا، عشان البصل لو اتحرق هيمرر اهو. اول ما يبتدي اللون يبقى كده ده داخل على الدهبي، ناخد بالنا قوي بقى وايه ونشيله بقى. بعد كده اول ما يوصل للون الذهبي اللي احنا بالظبط كده زي ما انتم شايفين، نروح على طول شايلينه اهو. اما بقى تحطيه على مناديل ورق او على مصفى سلك، في الاتنين هيطلع مقرمش وزي الفل بالتجربة. واسمعوا الكلام ان شاء الله هيبقى زي الفل. خلصنا بقى البصل بتاعنا كده. هنجيب بقى ايه الحلة اللي هنعمل فيها الصلصة. هنجيب نص معلقة توم مهروسة، وهناخد 3-4 معالق زيت من نفس الزيت اللي حمرنا فيه البصل. تمام. وهنحمر التومة بتاعتنا نخليها ذهبي برده. اول ما هتبقى دهبي يكون عصره الطماطم بتاعتي في الخلاط اهو، نص كيلو يعني انا عملت كيلو وحطيت عليهم معلقتين صلصه. دي الصلصه بردك اللي انا عاملاها، او صلصه معلبات اللي موجوده عندك. تمام. وهتحطي بقى ايه الملح بتاعك ورشه سكر عشان الحموضه، ومعلقه ملح صغيره، معلقه كزبره، معلقه كمون، ومعلقه فلفل اسود صغيره برده، بس هي ما جاتش في التصوير حطيتها بعد كده. وهو وبعدين بقى اول ما الطماطم بتاعتي تتسبك بعمل بقى تكه كده. اللي حابب يعملها، مش حابب ما يعملهاش. باخد شويه بصل كده، هو طبعا مقرمش، بروح مفرقاهم في ايديا كده فيبقوا يتفركوا خالص كده، واروح حطاهم على الصلصه بتاعتي. اللي حابب يعمل، اللي دي بنعملها من زمان في بيتنا، حابب يعملها يعمل، مش حابب يخليه بس صلصه زي ما هي بالثوم. ادي كده هسلق المكرونه، الميه تغلي، احط فيها زيت واحط فيها ملح واحط المكرونه. ربع كيلو مكرونه مش صغيره خالص بتاعت الكشري، ربع مكرونه سباكيتي، يعني نص كيس ونص كيس. اقطع السباكيتي على 3، لاني قطعتيها على 2 هيبقى صعب ان انت تاكلي الكشري بالمعلقه كده بايه، لكن هي بتتقطع على 3 يبقى سهل ان احنا ناكل بايه الكشري بالمعلقه وتبقى سهله علينا. اول مكرونه هسيبها بقى اوطي على واسيبها تستوي. وبعد ما تستوي على طول هروح شطفاها وحطها على النار تاني، وحط عليها معلقه زيت ورشه فلفل اسود. ولو ما كنتش ملحتها وانا بسلقها احط عليها رشه ملح كمان. رشه الزيت دي بردك من نفس الزيت اللي احنا قالينا فيه. رشه الزيت دي اللي هتخلي المكرونه بتاعتي ما تلزقش ببعضها وتمسكش ببعضها كده، تبقى مفلفله كده زي الرز بالظبط. تمام. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. تعملوا الخطوات دي بالظبط هتاكلوا احلى كشري، مش هتطلبوا كشري من بره تاني ان شاء الله.
بعد كده بقى هنعمل الكشري، حلة الكشري الأساسية بقى الرز والعدس والشعرية، هي حلة واحدة وكده بنوفر في المواعين. هنحمر فيها الشعرية والرز والعدس وكله. ادي هنحط، انا هعمل كوبايتين رز حطيت عليهم نص كوبايه شعريه، اللي حابب يزود الشعريه يزود، لكن انا ما بحبش في الكشري الشعريه تبقى كتير. دول كوبايتين رز مغسولين كويس اهم، وهنحطهم على نص كوبايه شعريه، وهنقلب بقى الرز مع الشعريه كده كأنك بتعملي الرز بشعريه لحد ما يخشول كده. اسمعي الخشوله بتاعه الرز، عشان الخشوله دي اللي بتخلي الرز بتاعي يبقى مفلفل وحلو. وهصفي العدس اللي انا كنت نقعاه في ميه بتغلي وصفيته اهو من الميه، عشان ميه العدس دي بتخلي الكشري بتاعي يطلع مسود، لكن انا لما برميها الكشري بتاعي كده بيبقى فاتح، والرز فاتحه وحلوه. وبعد كده احط ميه بتغلي عليه، عقله الاصبع بتاع ايدينا ديت يا دوبك من تبقى ايه من ارتفاع الرز والعدس لسطح الحله كده، عقله اصبع الميه عشان ما يعجنش مننا. ورشه كمون ورشه كزبره مطحونه ومعلقه ملح صغيره، وهيغلي واوطي عليه النار شمعه، وبعد كده هتلاقي احلى كشري مفلفل. تمام، مش هنيجي جنبه بقى كده. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ الشطه ام زيت اللي بتبقى في المحلات محطوطه على الترابيزات كده بقى، واللي بتلهلب دي بالذات دي انتوا عارفينها. هنجيب بقى كميه زيت بردك من اللي احنا ايه عاملينها دي، اللي هي في نفس اللي حمرنا فيها البصل، واحط معلقه شطه ومعلقه بابريكا. لو حابه ما تحطيش بابريكا حطي معلقتين شطه، بس هي الشطه صراحه صعبه لوحدها، يعني البابريكا بتهدي الدنيا شويه. واقلبها كده في الزيت، خليها تغلي في الزيت كده كويس. واجيب بقى معلقه كبشه صلصه من اللي احنا عاملينها المسبكه الجميله اهي، ونروح حاطينها عليها. تمام اهي، اللهم بارك. وبقى تركه صغيره كمان وربع كوبايه خل صغيره عليها، هنحط عليها بقى ربع كوبايه خل كمان كده، وتبقى زي الفل. الشطه بتاعتنا ام زيت اهي، ربع كوبايه بس، تغلي غلوه ونطفي النار على طول. اهو ما شاء الله اللهم بارك. كده احنا محتاجين نطلب علب كشري تاني، نروح ناكل في محل الكشري تاني ونعرض عيالنا ياكلوا بره. بعد كده بقى هنجيب نعمل الدقه ومخلل توم. هجيب نص معلقه توم صغيره، ومعلقه نص معلقه ملح صغيره، نص معلقه او معلقه صغيره يعني حسب المعلقه اللي انت هتستخدميها، معلقه صغيره، معلقه كمون، معلقه بابريكا، والملح حطيناه. وهنجيب عصرة ليمونتين او 3 حسب ما انت عايزة، او حسب الليمون عندك اهو. وهتحطي حوالي شوية خل كده، حوالي نص كوباية خل، وبعد كده مية سخنة بتغلي ونحطها عليها ونقلبها، ويبقى عملنا احلى دقة زي بتاعة المحلات بالظبط، وهتاكلوا احلى كشري. هنحط بقى شطه ام زيت، نحطها كده عشان يبقى ايه لما اللي عايز يحط على طول. وادي الحمص بتاعنا، يا اما تنعين بالليل لحد الصبح 12 ساعه وتسلقيه، او تجيبي علبه معلبه من السوبر ماركت. بص بقى الرز مفلفل ازاي، والكشري بتاعنا مفلفل ازاي، اللهم بارك. والصلصه بتاعت الكشري بتبقى تقيله يا حبايبي، ما بتبقاش خفيفه. والمكرونه زي ما قلت لكم معلقه الزيت خليتها مفلفله ازاي، والمكرونه مش لازقه ببعضها كده بقى. ما شاء الله لما تعملي الكشري ده ولادك هياكلوا صوابعهم وراه. تحطي بقى الكشري المفلفل والرز مع الرزايه برزتها، والعدسيه بعدستها، والشعريه زي ما هي، والمكرونه المفلفله بتاعتنا الجميله، والصلصه اللي ريحتها تفرح القلب كده ما شاء الله. وتحطي بقى عاملين كميه بصل تاكل الحبايب كلها اهو، مش زي المحلات بيحطوا لك طشه كده وخلاص، لا ده ما شاء الله هتحطي اللي نفسك فيه. وبعد كده نحط الحمص بتاعنا ونزوق بيه، وناكل بقى احلى احلى طبق كشري. ويا سلام بقى اللي بيحب الشطه بقى يحط، واللي بيحب الدقه يحط. والف هنا وشفا يا ولاد، والف هنا وشفا على صحتكم وولادكم. اهو الدقه والشطه ام زيت، مفيش بقى كده، مفيش بعد كده حاجه بقى، عامله كل اللي نفسكم فيه. الف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش الدعوه الحلوه واللايك الجميل وتعليقاتكم جميله، ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وتشيروه حبايبكم وصحابكم. بس بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.